محمود طاهر لم يتخذ قرارا بنزول انتخابات النادي الاهلي. حتى الان المهندس محمود طاهر لم يتخذ قرار بنزول انتخابات النادي الاهلي. ولو نزل انتخابات النادي الاهلي، وانا شايف ان الاقرب ان هو هينزل طبعا وهتكون منافسه شرسه، ولكن رسميا برضه لم يعلن ان هو هينزل. في بعض الاوقات بيقول لبعض من الاصدقاء زمايله ان هو يعني بيفكر ان هو يعني ما ينزلش الانتخابات او كذا او كذا، ولكن انا متاكد ان المهندس محمود طاهر هينزل انتخابات النادي الاهلي، وبشكل 100% هينزل انتخابات النادي الاهلي. ولكن حتى الان لم يتم الاعلان رسميا. القائمه بتاعت المهندس محمود طاهر برضه عندي معلومات على انها ناس من اللي كانت موجوده خلال الفتره اللي فاتت ستخرج عن وجودها في القائمه خلال ال4 سنوات القادمه، في حاله اذا وافق المهندس محمود طاهر على ان هو ينزل الانتخابات. وزي ما قلت لكم هو موضوع انا متاكد ان المهندس محمود طاهر هينزل. فبرضه قائمه المهندس محمود طاهر هيبقى فيها مفاجآت كثيره جدا. المهندس محمود طاهر قال ان خلال المؤتمر الصحفي بمقر النادي بالجزيره ان النادي الاهلي ليس معينا ولكنه منتخبا باكثر من 12,000 صوت، مشيرا ان هناك من افسد العمليه الانتخابيه التي جاء من خلالها المجلس الحالي للاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي بيقول لا يفصل لوائح تخدمه ورفضنا بند ال8 سنوات، لان هو الكلام كله كان على بند ال8 سنوات. هل سيتم وضع بند ال8 سنوات في اللائحه الجديده التي سيحاول المهندس محمود طاهر ان هو يجمع الجمعيه العموميه خلال الشهر اللي جاي، لازم خلال الشهر او 45 يوم اللي جايه علشان يغير اللائحه الاسترشاديه اللي هو بيعترض عليها بشكل كبير جدا، ولا لا؟ كان من المفترض ان اللائحه دي هو عايز الجمعيه العموميه توافق على، او الناس قالت ان هم مجلس الاداره عايز الجمعيه العموميه توافق على بند ال8 سنوات، وجود بند ال8 سنوات، ولكن هو بيقول ان هو بيرفض هذا الموضوع وان هو ما عندوش اي مشكله، لان بند ال8 سنوات لو اتحط في الجمعيه العموميه وتم الموافقه عليه كابتن خطيب مش هيكون عدى ال4 سنوات او ال8 سنوات بتوعه. المهندس محمود طاهر قال حاجه غريبه جدا، يعني انا الحقيقه ما فهمتهاش، ولكن هو بيقول اتفقنا مع وزير الشباب والرياضه على تغيير قانون الرياضه الجديد. مش عارف ازاي يعني اتفقنا على تغيير قانون الرياضه الجديد اللي هو لسه نازل ما بقالوش شهر او شهرين، وبيقول ان هي المرحله اللي احنا فيها دي مرحله انتقاليه، بعدها او بعد الانتخابات سيتم الناس تقعد مره اخرى وتحاول وضع قانون رياضه جديد يخدم الاستثمار الرياضي. ده الكلام اللي قاله المهندس محمود طاهر. وهو بيقول ايضا ان الاهلي لا يخالف المواثيق الاولمبيه ونساند وزير الشباب والرياضه، وبيقول ايضا ان الاهلي يطالب بحقه ولا خلافات مع اللجنه الاولمبيه. دي كانت اهم المواضيع اللي اتكلم فيها المهندس محمود طاهر من خلال المؤتمر الصحفي اللي عمله في النادي الاهلي بمقره في الجزيره.